بسم الله والصلاة والسلام عليك يا حبيب الله محمد. نتمنى تكونوا كامل بخير خياتي وانتم تشاهدوا في الفيديو تاع نهار اليوم. نتمنى تلقاكم بصحة وبعافية يا رب. نشكر كامل المتتبعات الجدد اللي راهم عندي، ونشكر ايضا اللي راهم معايا منذ بداية مشواري، نقول لهم يعطيكم الصحة. فقط البنات نديروا جيم الفيديو باش تعم الفائدة ويطلع الفيديو لأكبر عدد من الناس. ديروا جيم. اليوم جبت لكم وصفة رهيبة، جبت لكم ميني بيتزا وتقدروا ديروها بها في نفس الوقت بيتزا خفيفة هشيشة كما يحب الخاطر، محمرة مجمرة. يبدي واش نحكي لكم، بنتها بنة وخفتها عالمية، تجي مع الشوربة مع الحريرة مع لي سوب تاكليها وحدها. ما عندي ما نقول. درت بها لي ميني بيتزا هاد العجينة، ودرت بها ثاني خبزة تاع بيتزا جات روعة كيما اللي تتباع برا. كيف ما كان حتى فرق. تبعوني فقط البنات وديروا جيم للفيديو، واللي مش مشتركة تشترك في القناة وتدعي لنا بالنجاح وتتبع المقادير وطريقة التحضير. يلا نقولوا بسم الله على بركة الله. الوصفة البنات واش نحتاج زوج عبار ماشي تاع حليب. شوفوا كيما خدمت لكم فيديو تاع حليب تاع البيدون تاع الدار، خدمت لكم فيديو به يا اخي. نحينا جبن وبقى لنا هذاك الماء تاع الحليب على جهه. ندير زوج عبار راني ما رميتوش، خدمت به البيتزا تاعي. زوج عبار بربع حليب تاع زيت، ملعقه كبيره تاع خميره الخبز، ملعقه كبيره تاع السكر، ملعقه صغيره تاع الملح، وبياض بيضه. نحركهم جيدا. درت عليهم حوالي كبشه تاع فرينه وخليتهم يريحوا 10 دقائق، ومن بعد زدت عليهم 3 كبشات وزدت خليتهم يريحوا 10 دقائق. معناتها العجينه تاعي نخمرها تدريجيا. كاينه حاجه البنات، كاين مكون سحري اللي هو الخل. دونك ما ننساش الخل في الوصفه تاعي. قلت لكم درت زوج عبار تاع ماء دافي ولا تاع حليب دافي ولا تاع هذاك البا تاع الحليب اللي يبقى لكم كيما بقى لي انا كيما خدمت الفرماج. زوج عبار، ربع عبار تاع زيت، ملعقه كبيره تاع السكر، ملعقه كبيره تاع خميره الخبز، زوج مغارف كبار تاع الخل، وملعقه صغيره تاع الملح، وبياض بيضه. والصفار تاع البيضه راح نطلو به لي ميني بيتزا تاعنا. نلم العجينه تاعي كامل بالاصابع كيما راكم تشوفوا، ما ندلكها ما نديرلها والو، نلمها فقط ونلم واش كاين في يدي العجين واش كاين في الاطراف، ونخليها تريح حتى يتري بلاد الحجم تاعها. نروح هنا نحضر لاصوص بلونش بيتزا بالصلصه البيضاء. عندي هنايا ربع لتر تاع الحليب، ملعقه كبيره تاع الفرينه معمره مليح، ملعقه كبيره تاع المارغرين. عندي هنا كلش بارد في بارد، الحليب بارد. نخدم كانما رايحه نخدم صوص بيشاميل. وعندي قرصه تاع الملح. نحركهم هنا خياتي ونضيف لهم ملعقه صغيره من توابل الجبن يتباعوا عند العقار، وشويه فلفل كحل. نحركهم خياتي بارد في بارد، نحطهم فوق النار حتى يتكونوا لي كيما لا بيشاميل، وما نحبسش التحريك. جيت خياتي نشارك معكم هذا الفرماج اللي بزاف هايل، ننصحكم به. كيما هذه شريتها من سوبيرات كبيره، شريتها ب50,000، شوفوا شحال كبيره. وهذه تاع غني بالشيدار، هذا هايل يذوب كيما يذوب الشيدار. ننصحكم بهاد لي دو كاليتي تاع الفرماج. شوفوا البنات هنايا لا شابلور تاعي ولا لاصوص بلونش تاعي كي وجدت، درت عليها حبه تاع جبن، وحده جبن ما يهمش يعني نوعيه لافاش كيري ولا، ودرت عليها 3 مغارف كبار تاع لا كريم فريش، وربيت لو فرماج. تجي بزاف بنينه هاد الوصفه، وشاركتكم وصفه بواش كاين يعني كل حاجه صادقه مصداقيه 100%. جربوها وعينيكم مغمضين وقولوا نوفل قالت يعني جربوها ورجعوا لي في التعليقات بالنتيجه الرائعه. درت هنايا ثاني حوالي ملعقه كبيره تاع جبن اللي حضرته معكم في الفيديو السابق، اللي ثاني اعتمدته ما نكذبش عليكم في المملحات في البوراك في كلش. نخلط جيدا ونخليها على جنب شويه تدفى. باش نبدا نستعملها لازم تدفى شويه معايا. نروح العجينه تاعي نحيها من الصحن بعد ما
الحجم تاعها ولا يعني 3 مرات من الحجم الاول اللي كانت عليه. نجي فقط نسويها في البلان دو طرافاي تاعي فوق البوطاجي غير هكذا بيدي، نجيب الموس نقسمها على 4. اللي عندها البلان دو طرافاي تاعها كبير يعني بوطاجي عندك بلاصه كبيره، خلي عجينه كبيره وحليها ضربه واحده. انا باش يعني المكان اللي تحكموا الكاميرا ضيق، يعني درت لكم يعني غير بالوحده صغيره باش تحكم الكاميرا كلش. وبالاستعانه بالفارينه وبالحلال نحلها صاير داير. ولاستيس اللي نمدها لكم لازم نحل العجينه رقيقه، ما نحلهاش خشينه البنات باش ما تجيكمش خشينه من بعد كي طيب تنتفاخ. هاي فيها الخميره وفيها الخل اللي راح يخليها تجي هشه وخفيفه، يعني يكون خشنها ما تجيش بهذاك القوام اللي نحوسوا عليه. الآن تحكموا عندكم مول يكون شوية كبير، لأنه راح نحشي الأطراف راح تصغار الميني بيتزا تاعي راح تجي بزاف صغيرة. كون ندير يعني القرص نديرو صغير، دونك القرص في الأول نديرو كبير باش من بعد كي نحشي الأطراف. راكم معايا خياتي؟ كي نحشي الأطراف تولي الحبة هذيك هي معناتها كي نحي منها حوالي 2 سنتيمتر تولي قد تولي ميني بيتزا. هنايا حشيت الأطراف بالجبن تحشي دار اللي كنت وريته لكم، يعني ما شاء الله تحطي برك في الحواشي وتبلعي بطريقة جد سهلة غير بيدك كيما راه موضح في الفيديو. البنات اللي حقت نص الفيديو دير جام، ما تبخلناش بجام، وتخلي اشتراك اذا مش مشتركه في القناه وتفعل الجرس باش يلحقها كل جديد. في نفس الوقت الفور تاعي راه مسخن على اعلى درجه عندك في الفور ديريها وخليه، لانه علاه نحتاجو الفور تاعنا ولا الكوشه تاعنا باش تنجح البيتزا ولا المملحات اللي طيبوا في الكوشه لازم تكون كوشه زايده. وانا شاركتكم فيديو من قبل على نوعيه الكوشه تاعي اللي هي فور سعاده اللي ما نستغناش عليها. علاش شريت هذا الفور غير على جال لي بيتزا والمطلوع، باسكو يخرجوا فيهم يعني تخرج النتيجه مضمونه 100%، خير من الكويزينير وخير من الفور تاع تريسينتي النار تاعهم ماهيش زايده بزاف. يعني البيتزا تاعك تنشف كامل في الفور باش تطيب وتجي يابسه وقانده. بصح كي ديريها في فور سعاده هكذا زايد تدخل البيتزا مباشره طيب 4 دقائق طيب البيتزا تاعك، ما تزيدش فوق 4 دقائق تكون البيتزا طيبه من تحت ومن فوق، باسكو هذيك السخانه تخليها تختمر وتعطيها حقها يعني طيب يعني طريب بيان. هنا كنت شكلت 4 ومن بعد زدت شكلت 2 العجينه اللي تبقى لك نديرها مع بعضها ونحطها ونخدمها هي الاخرى. يعني لازم تعاود تختمر العجينه اللي تفضل لكم، لازم تعاود تختمر باش نخدم بها. ثم ما خصش نخدم بها باسكو تولي نحلها وهي تتكمش، نحلها وتتكمش، يعني نخليها تريح باش نخدم بها. هنا جبت لاصوص بلونش تاعي درتها فوق على السطح، ومن بعد هنا نورمالمون ندير صفار البيض هو الاول باش ما نقيسش لاصوص. مي انا وليت نسيت درت لاصوصيه الاولى بلا ما ننساو الزعتره ولا اعشاب المنسمه يعطوا بنه ما كان نحكي لكم بنه ما شاء الله. ونزيد نضيف الجبن المبشور من الفوق نفسه اللي استعملته في الحواشي يذوب يعطي نتيجة روعة 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 روعة. إن شاء الله فقط جربوا الوصفة يعني البنات راح تشوفوا يعني نجاح كبير في الوصفة إن شاء الله، وتوليوا لي بالتعليقات. احنا نحكم صفار البيضة اللي كنت خليته في الأول ونديرو في الأطراف. نتوما ما ديروش نفس الخطأ تاعي، ديروا الصفار هو الأول باش ما تقيسوش هذاك الجبن ولا صوص، ومن بعد ديروا لي غارنيتور اللي عندكم. هنا بالنسبه للصلصه البيضاء هي تجي هكذا وحدها، تحبوا ديروا لها طون بذوق الزيت ولا تحبوا ديروا لها سكالوب ولا هذه حاجه ترجع لكم. درت هنا شويه تاع ساندويتش مع الظراف يزيد القوه يزيد الشكل ايضا. اللي تحب تدير فلفل احمر فلفل كحل عفوا فلفل احمر فلفل اصفر من الفوق باش تجي باهيه الحبه تاعنا، ولا زيتون كحل زيتون ايفيلي ثاني يجي مليح. زدت ثاني خدمت لاصوص طوماط اللي كنت حضرتها معكم من قبل، اللي هي حبة بصل حبة طماطم حبة فلفلة حلوة صغيرة سنة تاع الثوم، نقليوهم فلفل كحل راس الحانوت ومن بعد نمرق بالماء، ومن بعد كي يطيبوا نميكسي الكل وندير لهم شوية زعترة.
ونخليها تبرد ونخدم بها لي بيتزا تاوعي. هاد لاصوص معتمدة عندي، صوص غوج، وخدمتها معكم في فيديو من قبل. راح نخلي لكم الرابط تاعو تحت صندوق الوصف. من بعد درت الزعترة اللي ما نستغناش عليها، ودرت ايضا الجبن. زدت شويه من الكريمه البيضاء هذيك من الفوق. راح تزيد البنه، ودرت شويه تاع سكالوب اللي كنت طيبته في المقله بالتوابل باش يعطيني البنه، ودرت زيتون كاسي كحل واخضر. كملت الحبيبات تاوعي كامل، دخلت نطيب في الفور. شوفوا البنات هذاك الشكل ما شاء الله كيفاش طابوا. شوفوا هذاك التبقبيق من فوق تاع الجبن وتاع الصلصه. ما عندي ما نقول لكم، وصفه بسم الله ما شاء الله عليها. يعني اللي ما تجربهاش راهي رايحه طراطي من دون زوخ وفوخ ولا مي نتيجه ما شاء الله. وهذه تقدروا تعتمدوها في رمضان، يعني تدخلوها في قوائم، في قائمه يعني واش راح نطيبوا هنا. بعد ما طيبتهم كامل، هذه سنيوه راهي سخونه راني حاكمتها. تبريزونتي اختي في الطريقه اللي حبيتي، تبريزونتي في اطار طبسي كبير، في كل واحد ديري له وحده حذاه، يعني طريقه التقديم تبقى لك. المهم نحكي لك على البنه ما نحكي لكش، خليك تجربي الوصفه وانتي وحدك تذوقي البنه وتقلبي لي خبر. خدمت هذو البنات انايا هنايا، ومن بعد بقات لي العجينه رايحه نخدم بها ان شاء الله. دوك نوريكم بيتزا عادي، اون كالا تاع بيتزا كبيره. اللي يحب ما تحبش، يعني ما تحبش تعب روحها وديرهم صغار، دير وحده كبيره مباشره. ثاني خرجت ما شاء الله خفيفه، وكما نقولوا كيما تاع برا ما كاش فرق، يعني كيما لي بيتزا اللي راهم دايرين حاله برا لي طوندونس. نتمنى ان شاء الله فقط يعني تنال صح الوصفه هذه، تنال اعجابكم وتجربوها. هامليكم كاملين بالصلصه البيضاء وبلا صوص غوج. والوصفه اللي عطيتها لكم، يعني عطيت لكم وصفه اللي تحضر لكم، يعني تخرج لكم كيما راكم تشوفوا في الصوره. خرجت لي انا هذو 10 ووحده بيتزا كبيره، يعني توفي وتكفي. يعني 2 كيسان تاع ما دافي ولا تاع حليب دافي، راح تمد لكم يعني كونتيتي اللي توكل العائله كامل. بالنسبه للفارينه البنات تلحقوا حتى 7 عبار، معناتها العبر الاول اللي عبرتوا به الماء هو نفسه العبر اللي تعبروا به من بعد من 6 حتى 7 عبار تاع الفارينه. وفي الاخير نخليكم مع الف سلامه خياتي.